السلام عليكم احبائي، ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم راح ندير معاكم حلوى بدون فرن. الحلوى هذه بمقادير سهله وبسيطه. الحلوى هذه صراحه ما نستغناش عليها كل عيد، لازم نديرها. هذه الحلوى اللي نحبها ياسر. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنا 2 علب من البسكوي. انا استعملت طوم، جاتو تاع طوم، كنت رحيته، استعملت 2 علب رحيتهم. نضيف لهم كأس من الكاوكاو محمص ومرحي، فول سوداني. نزيد نضيف له نصف كأس نواه كوكو. مقادير تقدروا تزيدوهم، يعني الكاوكاو قادرين تزيدوا اكثر ولا اقل، انتم والرغبه تاعكم. نزيدوا نصف كأس حلوة الترك الشامية، ونضيفوا ملعقة صغيرة ليكستري تاع الكراميل، ذوق كراميل، عطر كراميل. ونزيد نضيف ملعقة أكل زبدة كنت ذوبتها، ولكن ما نذوبوهاش كامله، نخليو شويه يعني ماشي دايبه كامل. درت ملعقه اكل كما تلاحظوا معايا. وهنا عندي 2 ملاعق نسلي كراميل. خلطوا اولا المقادير اللي حطيناها. اول شيء بهذه الطريقه، ونزيد نضيف القليل من العسل. نضيف ملعقة ولا 2 تاع العسل. بهذه الطريقة. ونزيدو نضيفو الملعقتين تاع نسلي كراميل، ونلمو الخليط. ولكن نشوفوه مازال ما تلمش، نقدروا نزيدو نسلي كراميل. الوصفه هذه تاع نسلي كنت درتها لكم، دوك نخلي لكم الفيديو او الوصفه في صندوق الوصف. نلموه حتى تحصلوا على خليط متماسك. هنا زدت ضفت 2 ملاعق من النسلي كراميل كما تلاحظوا معايا، لانه الكميه تاع البسكوي كبيره شوي. تقدروا تضيفوا ايضا المربى، لكن شوفوا النسلي ما كفاكمش، تقدروا تضيفوا المربى. تلموها حتى تتحصلوا على عجين متماسك كيما هكذا. تحكموه هك، يعني تقدروا تكوروه بهذا الشكل. هنا ما تلمتليش، زدت ضفت لها 2 ملاعق نسلي كراميل و2 ملاعق من العسل. ما تتقيدوش بالمقادير، المهم تضيفوا حتى تتحصلوا على هذا القوام، حتى تتلم لكم وتقدروا تشكلوها كما تلاحظوا معايا. تقدروا تشكلوها بهذا الشكل. انا في مولفه يعني ندير كميه قليله، يعني علبه بسكوي فقط. المره هذه درت 2 علب، درت كميه كبيره. ما كفتنيش النسلي، وليت زدت كي ما تكفيكمش النسلي زيدوا العسل، واللي ما تحبش العسل تقدر تعوضوا بمربى، اي مربى يعني يتوفر عندك. دركا
نقوم بعملية التشكيل. أنا نجيب ميزان باش نوزنوا الحبات 30 غرام، ونوجدوا نوى كوكو الكوك، ونوجدوا فول سوداني كاوكاو محمص ومرحي، باش بعد ما نشكلوهم مباشرة أنا حندير نصف الكمية بالكاوكاو ونصف الكمية بالنوى كوكو. نبداو نشكلوهم 30 غرام الوزن تاع الحبة، ونوجدوا لي كيسات صغار، يكونوا صغار بهذا الحجم. 28 30 غرام. نحكموا الحبة بهذا الشكل، نديروها على شكل كرة. تقدروا الشكل تتحكموا فيه، تقدروا ديروها على شكل أصابع ولا تطبعوه بأي طابع يكون يتوفر عندك. بهذا الشكل راح نديرو في نوى كوكو، نرمدو في نوى كوكو بهذه الطريقة. كما تلاحظوا معايا مباشرة نوضعوه في الكيسات بهذا الشكل. راح نزيد حبة واحدة أخرى نديرها لكم بالكاوكاو. تأتي شكلها بهذه الطريقة. ونرمدوها في الكاوكاو بهذه الطريقة. لكن شفتوا ملصق لكمش الكاوكاو، تقدروا تحطوه في لاجولي ولا في الكونفيتور وترمدوه في الكاوكاو. لازم تضغطوا عليه هكذا باش يلصقوا حبيبات تاع الكاوكاو مليح كما تلاحظوا معايا. ونوضعوها في الكيسات بهذا الشكل، وتقدروا تحطوا تزينوها بحبيبات من الكاوكاو او الشوكولا. ديروا لها بهذا الشكل. هذه حلوتنا بدون فرن. الكمية اللي درت لي 45 حبة، الحبة بوزن 30 غرام، تجي معلكة والبنة ما نحكي لكم مش روعة. جربوها اكيد راح تعجبكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، ونقول لكم صحة فطوركم وصحة سحوركم، وانتظروني في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.